السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تيجوا نشوف الموضوع الكبير ونشوف طريقة سهلة جدا وحاجة هنعملها واحنا واقفين في المطبخ بعجينة ال10 دقايق لولادنا في العشاء، وحاجة جديدة. وبصوا سهلة جدا وما خدتش معايا فعلا وقت. فطيرة سهلة جدا بحشوات مختلفة وبعجينة هشة جدا زي ما انتم ما شايفين. مقاديرها بسيطة خالص، ونخش مع بعض على الطريقة. معايا هي بضاية وعلبة زبادي هننزل بيهم، وهننزل قد ب3 4 معالق زيت، وهنبدأ نقلب الكلام ده كله في بعضه. خلاص هتخش المطبخ وهتنجزيها بسرعة للعشاء، بسرعة جدا مش هتاخد معاك اي وقت. هننزل بمعلقة من السكر وشوية من الملح الصغيرين، وهننزل بكيس خميرة، وهنبدأ نقلب المكونات خلاص لحد ما ينسجموا كده مع بعض. خلاص هننزل بقى بكوباية مية دافية، ممكن تستبدليها بكوباية لبن برضو عادي، وهنبدأ ننزل بالدقيق بتاعنا. هننزل بالكمية لحد ما العجينة بتاعتنا تبدأ تمسك، وكل نوع دي بيختلف عن التاني. خلاص هنبدأ نعجن ونلم بإيدينا العجينة. خلاص عجننا العجينة لغاية ما بتلزقش في ايدي. هنسيبها بقى تخمر، ولغاية بقى ما تخمر نشوف هنعمل مع بعض ايه. خلاص هي كده خمرت معانا زي ما انتم ما شايفين اهي. خمرت يا جماعة. هنبدأ نفضي منها الهواء، وهنبدأ ناخدها كده قطعتين، هنقسمها 2 وهناخد جزء جزء. خلاص انا عارفة ان العجينة بتلزق، انا عايزة فيها نسبة تلزيق كده صغيرة. وهنجيب الصينية بتاعتنا دهنة خفيفة جدا من الزيت، وبالراحة كده هنبدأ نفرد في العجينة. خلاص فردناها زي ما انتم ما شايفين. واي حشوة بقى انت هتحشيها، اي نوع جبن تفضليه. خلاص احنا عاملينها فكرة عشاء، فمش هنحشي غير اي نوع جبن. عايزة تحشي فراخ، عايزة تحشي لحمة، برضو هتنفع معاكي في غدوة. خلاص هناخد الجزء التاني وهنفرده وهنحطه على الصينية من فوق كده، وهنقفل الاطراف، وهنشيل طبعا اي زيادات من العجينة. طبعا الزيادات اللي احنا هنشيلها دي انا مش هرميها، انا هحتفظ بيها برضو، او ممكن اعمل بيها اي حاجة. العجينة دي متعددة الاغراض، انا ممكن اعمل بيها اي حاجة او اي شكل. خلاص او هشيلها في الفريزر لاي وقت تاني. خلاص سوينا بقى الاطراف زي ما انتم ما شايفين. خلاص وهنفرد بقى كده اهو. هتجيبي بقى بايديكي الاطراف وتقفلي عشان الحشو معانا ما يطلعش. خلاص وبايديكي كده هنبدأ نعمل الشكل اللي انت شايفاه خلاص. وطبعا قبل ما نحطها في الفرن هنكون دهنينها بالسمنه. هندهنها معلش اسفه اي حاجه من على الوش، يا صفار يا بياض بيضه او لبن. خلاص وهنبدا نحطها كده من على الوش. وخلاص عايزه تدخليها كده دخليها، عايزه تحطي حبه البركه او سمسم ده اختياري ليكي. خلاص وهندخلها الفرن وهتطلع معانا بالجمال والطعامه اللي انتوا شايفينها دي. ممكن تنفع معاكي الصبح برضو فطار مع كوبايه الشاي باللبن. تحفه جدا وهشه وخفيفه. وبصي هتنجز معاكي في اي وقت للعشاء. عايزه اقولك تحفه وما خدتش معانا وقت. مكونات سهله وبسيطه. يا ريت بقى لو عجبتك ما تنسيش تحط اللايك